على قدر نسيانك لله، على قدر ما ينسيك الله نفسك، صلى الله العافية. على قدر نسيانك أنت لله، على قدر ما ينسيك الله نفسك. فكلما كان نسيانك لله كبيرا أو طويلا أو عريضا أو عميقا، كلما كان نسيان الله عقوبة الله بأن ينسيك نفسك كبيرا. ولهذا أيضا نستنبط منها فائدة أخرى، قاعدة عكسية، فنقول من أراد أن يقلل نسيانه لنفسه فليعالج نسيانه لربه. من أراد أن يقلل نسيانه لنفسه فليعالج نسيانه لربه. الشخص الذي يريد، الشباب الذين يسألون أحيانا أو يرسلون أو يتصلون على المشايخ وعلى طلبة العلم ويريدون كيف الإنسان يربي نفسه، تربية النفس، تربية الذات، كيف يستطيع الإنسان أن يربي نفسه على الإيمان؟ كيف يستطيع الإنسان أن يربي نفسه على الجدية؟ كيف يستطيع الإنسان أن يربي نفسه على الأعمال الصالحة؟ لأجل أن تلتفت لنفسك التفت أولا إلى ماذا؟ إلى ربك. التفت إلى ربك، تذكر الله واذكر الله وارجع لله وتعرف على الله وتعرف على أسماء الله وعلى صفات الله، وارتبط بالله وقم بالله واقعد بالله، واجعل حركاتك وأفعالك وسكناتك كلها وقيامك وكلامك وسكوتك وضحكك وبكاءك وتعاملاتك كلها لله وفي الله ولا تريد بها إلا وجه الله. عند ذلك ستجد أن الله سخر لك نفسك. ولهذا يا إخوة أكثر الناس انشغالا بإصلاح نفسه هو أكثر الناس ذكرا لربه، وهذا من جزاءات الله للإنسان إذا تذكر ربه أن يشغله بنفسه لا يشغله بالناس، وهذا دليل خير. مثلا يورثه الله تأنيب الضمير، كلما قصر في طاعة الله أنبه ضميره، هذا مكسب وهذا خير دائم التأنيب. ولهذا يقول الحسن لا تجد المؤمن إلا لواما لنفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بفعلة كذا، ليتني لم أقل كذا، ليتني لم أكل هذا، ليتني لم أذهب إلى المكان الفلاني. لا ترى المؤمن إلا لواما لنفسه لأنه منشغل بإصلاحها. أما الإنسان المعرض الذي يأكل ما وقع في يده وينظر حيث ما شاء وحيث ما أملى عليه هواه فعل، وأي كلمة يقولها قالها، وإذا غضب قال ما يريد وما يشاء وفتح المجال لنفسه، وأحيانا يعلم أن هذا الأمر ومع ذلك يفعله. هذا واضح من أين أتي من أنه نسى الله فأنساه الله نفسه. ولهذا لم يلتفت إلى صلاحها، لم يلتفت إلى توبتها، لم يلتفت إلى استقامتها، لم يلتفت إلى تقويمها، إلى تقويم اعوجاجها. نفسه اعوجت ومع ذلك لم ينتبه، يده تجاسرت على الحرام ومع ذلك لم ينتبه، لسانه تغير وبدأ سليط اللسان، أو بدأ فيه من الفحش، أو بدأ فيه من الفظاظة، أو بدأ فيه بعيدا عن ذكر الله ومع ذلك ما انتبه. عينه بدأت تنظر للحرام ثم استساغت الحرام ثم أصبحت تتلذذ بالحرام ومع ذلك ما انتبه. قدمه كذلك، أعضاؤه كذلك، تفكيراته كذلك، خيالاته كذلك، خطراته كذلك، خطواته كذلك، سلوكه كذلك، علاقته مع والديه، علاقته مع إخوانه، داخله شيء من الحسد ومع ذلك ما انتبه، داخله شيء من احتقار المسلمين ومع ذلك ما انتبه. السبب بين هذا الرجل وبين الأول الذي مجرد تأخر تأخيرا عن تكبيرة الإحرام أصبح ضميره يؤنبه أن هذا لم ينسى ربه ولهذا الله لم ينسيه نفسه، بينما هذا نسى الله فأنساه الله نفسه. بل إن من الناس كما دلت الآية من الناس من يكون تذكره لغيره أكثر من تذكره لنفسه. هذا والله يا إخوة إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة والله هذا غاية الخسارة. إذا أصبح تذكر الإنسان وتفتيشه في عيوب الناس أكثر من تفتيشه في عيوب نفسه، وأصبح انتقاده للناس أكثر من انتقاده لنفسه، فليعلم أنه دخل مرحلة خطيرة جدا من نسيان النفس.